فاكرين فيلم هاو تو تيرن يور دراجون اللي كنا بنتفرج عليه واحنا صغيرين؟ النسخة الكرتونية سنة 2025 دريم ووركس قررت تعمل منه نسخة واقعية وخلت كل حاجة شكلها حقيقي بجد، وتقريبا كده احنا قدام واحد من اجمد افلام السنة. اول حاجة نبتدي بالشخصيات. هيكب رجع تاني بشخص جديد، ماسيون سيمس شكله صغير بس ملامحه مناسبة للشخصية، واسترد بقت نيكو باركر ودي عاملة شغل حلو جدا في دورها. اجمد حاجة ان جارليت باتلر اللي كان صوت الاب زمان رجع في النسخة الواقعية بنفسه، يعني الفيلم ما اعتمدش على ممثلين جدد وبس، لا رجعوا ناس من الكرتون عشان يدوا احساس نوستالجي حقيقي. وتوسلس التنين ده يا جماعه حاجه فوق الخيال، شكله حقيقي بزياده، عيونه وحركاته وضحكته، حتى اللحظات اللي بيخاف فيها هتحس انه عايز تطبطب عليه. توسلس مش مجرد تنين، لا هو رمز للخوف اللي جوانا، بنخاف من اللي منعرفوش، بنبعد، بنحكم عليه، بس اول ما نقرب نفهمه. وهيكب هو اي حد مختلف عن اهله او مجتمعه، مش قوي زيهم، مش عنيف، بس عنده قلب وعقل شغال، ولما بيقرر ما يمسكش السلاح وما بيفكرش يقتل التنين. الفيلم هنا بيقولك مش كل الحروب محتاجه سيوف، ممكن تفهم وتكسب اكتر. دارك الجزيرة رمز للمجتمع اللي خايف يغير، خايف يصدق ان في طريقة تانية اللي يعيش، بس لما اخدوا الخطوة بقوا عايشين مع التنانين في سلام. ونيجي بقى للنهاية، المعركة الأخيرة مجنونة. هيكب بيواجه الموت الأحمر، تنين عملاق، هو مش بس عدو، لا ده رمز للكره والخوف القديم اللي سيطر على الناس سنين. هيكب بيغامر بنفسه عشان ينقذ توسلس، وبيصحى يلاقي رجله اتقطعت، بس في اللحظة دي الفيلم بيقولك انت خسرت بس كسبت عالم كامل وسلام وصديق حقيقي. لكن المشهد لما بيطير على توسلس ده مش مجرد لقطة حلوة، ده رمز للحرية، انك تطلع فوق كل اللي كسرك وتعيش على طريقته. في الاخر كيف تراود تنينك 2025 مش بس فيلم مغامرة، ده قصة عن انك تفهم وتتقبل وتسامح حتى لو ده هيكلفك كتير. وبكده يكون خلصنا الفيديو. قولي في الكومنتات ايه اكتر مشهد اثر فيك، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، وسلام.